عمرك فكرت عيد الحب اللي بنحتفل بيه كل سنة ده أصله إيه؟ ولا إحنا واخدينه كده وخلاص؟ زمان من آلاف السنين في روما القديمة كان فيها عيد غريب شوية اسمه لوبركاليا. عيد حب؟ بس بطقوس أغرب مما تتخيل. في الوقت ده الإمبراطور كان مانع الجنود يتجوزوا. ليه؟ عشان شايف إن الجواز بيكسر الجندي. بس كان في واحد قرر يقف قدام القرار ده، واحد اسمه فلانتاين. كان بيجوز الناس في السر. حب الناس لبعض كان عنده أهم من أوامر الإمبراطور، ودفع تمن ده غالي قوي. بعد سنين بقى رمز للحب، ومن هنا الدنيا بدأت تغير الحكاية. وقالوا إن 14 من فبراير ده يوم العشاق، وبعدها بقى كروت تهنئة، ورد، شوكولاتة. الدنيا دخلت على بيزنس تقيل. دلوقتي بقى لو ما جبتش هدية في اليوم ده يبقى أنت ما بتحبش. السؤال بقى، هو الحب محتاج يوم في السنة؟ ولا اللي بيحب بجد كل يوم عنده عيد؟ يمكن الحكاية كلها مش عن فلانتاين، يمكن الحكاية عنا احنا. ازاي بنفهم الحب وبنعيشه او بنشتريه؟ قولي رأيك، انت شايف عيد الحب حب ولا تجارة مشاعر؟